السلام عليكم. الباك ماشي نهاية الحياة. شنو دير من بعد النتائج؟ ودابا راه خرجوا اصلا النتائج. السلام عليكم اصدقاء. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع كيهم الاف الشباب المغاربة في هاد الايام، وهو شنو ندير من بعد الباك وشنو يدير اللي ما نجحش اصلا. اول حاجة خاصنا نعرفوها هي ان الباك ماشي هو النجاح وماشي هو الفشل. الباك غير مرحلة من مراحل الحياة. كاين ناس خداو الباك بنقاط عالية وما نجحوش في الحياة المهنية، وكاين ناس ما خداوش الباك وداروا مشاريع وشركات ونجحوا اكثر مما كانوا كيتصوروا. اذا كنتي نجحتي في الباك، هذه فرصة باش تفك مزيان في المستقبل ديالك. ما تختارش تخصص غير حيت صحابك مشاو ليه ولا اختاروه، او حيت الناس كيقولوا عليه مزيان. اختار المجال اللي كتشوف فيه راسك من بعد 5 سنين ولا 10 سنين. وكاين اللي غادي يكمل في الجامعة، وكاين اللي غادي يدخل المدارس العليا او التكوينات التقنية. المهم هو انك تكون مقتنع بالطريقة اللي غادي تمشي فيها. اما اذا كنتي ما نجحتيش في الباك، ما خصكش تحكم على حياتك بالفشل. راك مازال عندك فرصة كثيرة، تقدر تعاود السنة وتدوز الباك حر، او تتعلم شي حرفة ولا تدخل شي تكوين مهني. اليوم حيت العالم تبدل بزاف ديال المهن المطلوبة ما كيعتمدوش فقط على الشواهد ولا البرمجة، التصميم، المونتاج، التسويق الرقمي، التجارة التجارة الإلكترونية إلى آخره. وصناعة المحتوى كلها مجالات كتعطي فرص كبيرة للناس اللي عندهم المهارة. وكاين السؤال كيطرحوه بزاف ديال الشباب: واش نقدر نخرج برا المغرب؟ الجواب هو يمكن لك تخرج برا المغرب، ولكن خاصك تكون واجد. بعض الدول كتطلب منك الباك والدراسة، وبعض الفرص كتكون مبنية على الخبرة والمهارات المهنية. إذا كان عندك هدف الهجرة أو الدراسة في الخارج، خاصك تخدم على اللغة ديالك من دابا. الإنجليزية ولا الفرنسية ولاو من أهم المفاتيح اللي كتحل بزاف ديال الأبواب. من الأخطاء اللي كيديروا الشباب بعد النتائج أنهم كيبقاو شهور كاملة بلا هدف، كيتسناو شي معجزة توقع. الحقيقة